السلام عليكم. تصريح قوي جدا من الكابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي سيراميكا بعد الاهلي ما فاز على سيراميكا النهارده بعد نهايه المباراه. قبل بس ما اقول لك على التصريح القوي والمفاجئ اللي قاله الكابتن حلمي طولان، صلوا في البدايه كده على النبي، واتمنى من حضرتك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، كمان تحط لايك للفيديو وتشيره. كابتن حلمي طولان قال بعد في المؤتمر الصحفي بعد مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا اللي خلصت بفوز النادي الاهلي: انا علاقتي بالنادي الاهلي قويه جدا، لكن يا جماعه احنا بنلعب قدام النادي الاهلي عملاق افريقيا. انا حاولت اقفل عليه واقفل كل مفاتيح اللعب، ولكن ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي احنا بنتعلم منه حتى واحنا بنلعب قدام منه. انا ماليش علاقه بالناس اللي بتكسر في النادي الاهلي، وانا كنت نازل المباراه وعارف ان النادي الاهلي بيلعب النهارده مباراته قدامنا كبروفا لنهائي دوري ابطال افريقيا، حتى هو نازل بالتيم الاساسي والفريق الاساسي قدامنا، وانا حاولت اقفل كل مفاتيح لعب النادي الاهلي والعب على الهجمه المرتده، ولكن ده النادي الاهلي، واي فريق في مصر او حتى في افريقيا ما يقدرش يلعب قدام النادي الاهلي لعب مفتوح. لو لعب قدام الاهلي بلعب مفتوح هيحصل نتيجه كارثيه. اكبر الانديه في افريقيا بتلعب قدام الاهلي بتقفل مفاتيح اللعب وبتلعب على الهجمه المرتده. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، وبتمنى له من كل قلبي الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. لو انت اهلاوي ادعمنا باشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وسلام.